الحجاب هو اللي بيغطي عن الروح الحقيقة. ربنا سبحانه وتعالى خلق روحنا وأشهدنا على أنفسنا ألست بربكم، ومحدش يعرف حقيقة الروح، كل اللي نعرفه إن هي من ربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده أنت خالد في الآخرة، يا في الجنة يا في النار. أنت لما بتموت في الدنيا روحك ما ماتتش، روحك عمرها ما هتموت. كل الحكاية إن روحك خرجت من جسمك، روحك خالدة ما بتموتش، لأن هي من ربنا سبحانه وتعالى. حتى ربنا لما اتكلم عن أهل الجنة قال لك خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ولما اتكلم عن أهل النار فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فهي الحقيقة محجوبة عن روحك اللي بتسكن الجسم، اللي هي هتتحاسب. حتى ربنا قال لنا في عالم الذر ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. ده مش بس ربنا أشهدنا على أنفسنا، ده خد علينا عهد. وربنا خلق من كل الكائنات أقوام بيعبدوا ربنا وبيسبحوا ربنا. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ده بل كل الأمم دي بتعبد ربنا وبتسبح ربنا، ولكن هم شايفين اللي بيعتبر بالنسبة لنا احنا غيب. شايفين الجن، شايفين الملائكة، شايفين الأرزاق وهي بتتوزع وبتتدبر. زي ما الديك بيصيح لما بيشوف الملائكة من الفرحة، وزي ما الحمار بيصيح لما بيشوف الشيطان. مش بس شايفينهم، ده حتى سامعينهم، سامعين كل الموجات الصوتية، سامعين الإنس، سامعين الجن، سامعين الملائكة. زي ما حد جاب بغبغان قبل كده عند المقابر، ومعروف إن البغبغان بيكرر الصوت اللي بيسمعه. لا، إن البغبغان قاعد يصرخ بشكل مش طبيعي عند المقابر، بيكرر الصوت اللي بيسمعه. كل دي من الغيبيات بالنسبة لنا، ولكن من كل الأمم دي الإنس والجن بس اللي هيتحاسبوا. والأصل في الموضوع إن أنت ما تشوفهمش، لأن أنت عندك امتحان إن أنت تؤمن بالغيب. هتصدق في كل كلمة ربنا سبحانه وتعالى قالها لك ولا لا؟ طب ماذا لو بقيت شايف الملكين اللي بيسجلوا الحسنات والسيئات؟ تفتكر إن أنت هتذنب ولو ذنب واحد؟ ما هيجي لك قلب، هتحاول بكل ما أوتيت من قوة إن أنت تعمل حسنات. أنت شايف حسناتك وسيئاتك مين اللي عمال بيرجح. أنت مش هتضيع لحظة من يومك إلا وأنت بتصلي وبتسبح وبتقرأ القرآن. مش بس كده، ماذا لو ربنا خلاك شايف الجنة وشايف النار، شايف الرزق وهو بيتوزع وبيتدبر، وشايف ان رزقك في السماء هيجيلك ذهول. في ملائكة من يوم ما اتخلقت لحد يوم القيامة ساجدة لربنا، ويوم ما هترفع راسها تقول له يا رب ما عبدناك حق عبادتك، وربنا يقول لنا وما قدر الله حق قدره. ولكن اتحط غطاء على عينك في الجسد اللي بتسكنه روحك في الدنيا عشان ما تشوفش الغيب. والغيب هو كل ما أخفي عنك، ولكن ربنا ذكره وقال لك آمن بيه. ولو ما آمنتش بيه إيمانك ناقص. مصدق ان ربنا موجود وان هو اللي خلقنا كلنا، مصدق ان في جنة وفي نار، مصدق ان في جن وفي ملائكة، وفي ان الحيوانات بتسبح وبتعبد ربنا ولكن انت مش سامع صوتهم، مصدق ان رزقك في السماء، مصدق ان الجبال بتتحرك زي السحاب، مصدق ان ربنا بيحبك وبيعمل لك الخير، مصدق ان انت لو استغفرت وتوبت ان ربنا سامحك، مش احتمال سامحك، مصدق ان ربنا خلق لك هواء تتنفسه، وبحر تشرب منه، شمس تنور لك الارض، وليل تسكنه. ما سالتش نفسك مين اللي خلق الجبال دي؟ ما سالتش نفسك الناس اللي بتموت دي بتروح فين؟ انت في جن وملائكة حواليك دلوقتي حالا، لا انت سامعهم ولا شايفهم ولا عارف تلمسهم. ايه القدرة دي؟ عرفت ليه ربنا بيقولك افلا تعقلون؟ يعني هو مين اللي عمل كل الكلام ده؟ عرفت ليه ربنا بيقولك افلا يتدبرون القرآن؟ ربنا بيقول لنا وانا مش منزل لكم قرآن، منزل لكم رسائل ومنهج تمشوا عليه. طب ازاي يعني وبتحصل ازاي ومش عارف ايه؟ مش ربنا قالك ما تجادلش في اياتي، امن بيها من غير جدال، وقالك ان ما يجادلش في اياتي غير واحد كافر بيها، وكافر بيها هنا يعني مش مصدق، بيقول ازاي ومش ازاي ومش عارف ايه. ما فكرتش في مره المطره دي بتنزل ازاي؟ مين اللي بينزلها يعني؟ جت منين اصلا؟ هو مش قالك ان الدنيا دي فتنه وان الدنيا دي من ضمن امتحانك؟ هل هتؤمن بالله وبالغيب وبكلامه بالرغم من فتنه الدنيا وجمالها؟ هتسمع كلام ربنا ولا هتسمع كلام الشيطان؟ وعشان كده ربنا ذكر لنا آية في القرآن أنا بعتبرها من أكتر الآيات المرعبة في القرآن. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بدأ يشوف حاجات أول مرة يشوفها، اللي بدأ يشوف قرين، واللي بدأ يشوف الملائكة، اللي بدأ يشوف الجن، اللي بدأ يشوف أعماله كلها مكتوبة. فبصرك اليوم حديد، الغشاوة اتشالت، بقى شايف كل الأطوال الموجية، بصره بقى يعمل بكل كفاءته، كل حاجة بقت واضحة. طب اللي كان مؤمن بالغيب، اللي كان مؤمن بكل كلام ربنا، هو ده اللي كان مستعد لليوم ده. اصلا ده مصدق ان انا لازم اؤمن بكل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره عشان ايماني يكتمل. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. خد بالك انه قالك الذين اتقوا، اللي اتقوا بس هم اللي دخلوا الجنة. والصنف الثاني وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. ربنا سبحانه وتعالى بيعرض لك المشهد يوم القيامة، خليك جاهز لليوم اللي هتكشف لك فيه الحقيقة، وحلل لك حاجات في الدنيا عشان تكون سعيد، بل خلق لك الجنة عشان تكون سعيد أكتر وأكتر، وقال لك ابعد عن الحرام. الحرام آخرته بتودي في سكة مش هتعجبك. فهي الحكاية إن الروح هي اللي متخبي عنها الحقيقة. أنت لما بتنام روحك بتخرج من الجسد، ففي اللي بيشوف رؤى، بيشوف حاجات أول مرة يشوفها، في اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوري له المستقبل. ولكن اللي بيتبشر هنا ربنا بيبشر مين؟ الجسد ولا الروح؟ يبشر الروح. في اللي ربنا بيوري له عظمة قدرته فبيزداد إيمان، وفي اللي بدأ يشوف الملائكة، وفي اللي اتبشر بالجنة، وفي اللي شاف الجنة فعلا، وفي اللي بيشوف أحلام، ودي من الشيطان. روحه اتبعت طريق الشيطان ولو في حاجة واحدة بس، فاستلموا بقى، فبدأ يوري له كوابيس. بيوري لمين؟ للروح.
طب انت روحك ليه لما بترجع الجسد وبتصحى ليه بتبدأ ما تشوفش الكلام ده؟ ليه بيتخفي عنك كل الكلام ده؟ لان انت روحك بتسكن في جسد محطوط على بصره غطاء ان هو ما يشوفش الكلام ده باذن من ربنا وبقول حكمة يعلمها ربنا. عندك امتحان ان انت هتؤمن بالغيب، عندك امتحان ان انت هتؤمن باللي احنا بنقوله ولا لا. طب هل في حد الغطاء اتشال من على عينيه في الدنيا؟ كتير، زي الانبياء والرسل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتكشفت له حقيقة كل حاجة، اتكشف له الغيب، مفيش غطاء على عينيه، بقى يقيم نصف الليل كله، بقى يزود في السنن، بقى يزود في الاذكار، الذنب مش موجود في حياته ولا في حساباته، شاف الملائكه وهي بتسجل كل حاجه، شاف سيدنا جبريل، شاف ملك الموت، شاف وسمع اللي بيتعذبوا في القبر، بل شاف الجنه وشاف النار، شاف الانبياء والرسل، شاف الحقيقه كلها، فنسي الدنيا وشالها من كل حساباته. فربنا قال له لا، مش للدرجه دي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. انا برضو عايزك مبسوط في الدنيا. هل في حد ممكن ينكشف له الغطاء في الدنيا غير الانبياء والرسل؟ الله اعلم، لازم اذن من ربنا، لان السامريه قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. أغلب المفسرين بيقولوا إن السامري شاف سيدنا جبريل وهو نازل بيعذب فرعون. طب هل في طريقة ممكن تعملها عشان الغطاء يتشال؟ الله أعلم، ولكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فراشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها 3 مرات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: انتوا لو داومتوا خليتوا يومكم بس ذكر وعبادة، الملائكة هتمشي تسلم عليكم. ولكن هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كده، خوفا عليك من ان انت تتفتن زي ما السامري اتفتن. والله اعلم ايه الحكمة بالظبط، ولكن ما تسعاش لكده خوفا عليك. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لو مثلا 70% عبادة 30% دنيا، هنا هيبدأ يبقى عندك نور غريب يخرجك من الظلمات، روحك هتبدأ تكتشف بعض الحقائق، هيبدأ يبقى عندك نظرة غير نظرة الكل، هتدي كل حاجة حجمها الطبيعي. ولكن لو خليتها 50% 50% اللي هي ساعة وساعة، مفيش عليك أي حرج. المشكلة فين؟ إن أنت تخلي الدنيا مثلا هي اللي 70% وإن العبادة هي اللي 30%. وهنا السؤال: لو اتكشفت لك الحقيقة دلوقتي هتعمل إيه؟